خليكم معانا هنشوف المشكله ايه. حسام هيشرح لنا بقى ايه الموضوع بقى حسام. بص يا باشمهندس، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. في تلك الحالات طبعا لما احنا بنلاقي مكنه فيها بخره تحت بتبقى معروفه شميس. تمام، بخره تحت شميس شمبر خفيف بستم مريح كده. تمام. طبعا الراجل ده الوسطى مش ده، لا ما احنا مالناش دعوه، احنا بنتكلم في التليفون. مش ده، لا الراجل ده على دماغنا، الراجل ده حبيبنا يا عم. دي عربيته اللي ورا مننا دي. تمام. الراجل اللي هو المحترم اللي بيكلمنا في التليفون ده، تمام، ماشي، بيحل مكانته عند ميكانيكي، واحنا قلنا ورا كل صنايعي ناجح خراط شاطر طبعا. صح ولا مش صح؟ لا صح. فاحنا المفروض ان احنا بنحل مكنه. تمام. الخراط له شغله والميكانيكي له شغله. تمام. صح يا باشمهندس ولا مش صح؟ صح. زي ما اتكلمنا برضه قبل كده وقلنا يا جماعه اي حد يحل مكنه، لازم المكنه تاخد حقها. ايه هو حقها؟ ايوه الحق المكنه ان هي بتروح المخرطه. انا راجل دلوقتي فورت مكنه، ما ينفعش انطر بستم واقفل بستم، ما ينفعش انطر شميز واقفل شميز. لازم انا اخد المكنه كده بعد ما افورها واروح طالع على المخرطه. قلت لي يا جماعه الفرغه دي الاول ننطر طقم الشميز في المخرطه عندهم، ماشي. كل الصناعيه عامه على دماغي. تمام. اللي بيعمل الشغل ده او ما بيعملش الشغل ده على دماغي. احنا بنشرب. بس انا بالنسبه لي ما هو ممكن واحد ينتقدنا يقول لك لا طب هو طقم الشميز فيه ايه؟ هينتقدك لا ما احنا لازما برضه اوصله النقطه دي. تمام. طب ايه هي النقطه دي؟ النقطه دي ان احنا دلوقتي لو عندنا فرقه قافله من جنب، قافله مش مقفعه، مقفعه دي حاجه، وقافله من الجناب من مكان الشميز تمام حاجه تاني خالص. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. هات لي كده تعالى هات لي فرد الشميز، من جوه صداع. تمام. مكان فرد الشميز ده ما بيسقط كده، احنا بناخد المكنه المخرطه، هم بينطروا طقم الشمايز الاربع فرد شمايز، وبيبدا معاه ساعه ماشي يقيس طقم الشميز. مكان ما فرده الشميز دي كده بتسقط، ايوه تمام. لازم يتقاس مكانها في الفرغه. يتقاس مكانها في الفرغه. طب يتقاس مكانها ليه؟ ما هو ممكن المكنه دي تكون مريحه، تكون واسعه مكان الفرده نفسها، تعمل معاها بخره. طب ما هو ممكن المكنه تكون مقفعه من جنب، قافله الشميز، فرد الشميز دي من جنب، برضه تعمل معايا بخره. ففي تلك الحالات البخره اللي بتدينا اصلا فوق ماشي حاجه، واللي بتديني تحت في المقاس حاجه. طب اللي بتديني في المقاس تحت حاجه فرده الشميز. طب اسال يا حاج، عايز تقول ايه؟ اتفضل يا عم الحاج. تقول له مثلا فرده الشميز لو مقفعه بتثبت مكانها في المكنه؟ ايوه بتثبت، هي بتقفل اصل. بص يا عم الحاج صلى على النبي، مكان فرد الشميز دي مش بيبقى قافل ان انت تشوفه بعينك، صحيح. ده بيبقى اقل من ورق بفر. ماشي. يعني بنسبه مثلا قول 20%. ال 20% دي بقى يعني انت ما بتشوفهاش. ايوه صحيح. وصل لك ازاي؟ تمام. يعني مكان فرد الشميز كده ال 20% دي جوه المكنه، فبتلاقي الفردة الشميز نفسها مش مستريحه. تمام كده؟ بتلاقيها قافله. يعني كده وصلت لك ازاي؟ كل ميكانيكي ياخد كل الميكانيكيه على دماغي عامه. بس انا بالنسبه لي انا كحسام بالظبط كده، بس انا بالنسبه لي كحسام اي مكنه واي حد حل عندي مكنه وهيتفرج على الفيديو ده هيعرف ان حسام بياخد المكنه يوديها المخرطه. سيبك من شغل بعد احترامي ليك يا باشمهندس، ده شيل وحط الكلام ده كله ما ينفعش. ينفع في حاله ايه؟ ايوه، ان مكنه جديده اللي هو ايه، مكنه مثلا بتاع 2000 ومثلا و20 مثلا، مكنه ما سخنتش، مكنه هي اصلا اللي فيها مثلا مكنه مريحه، نقصت زيت، كلت زيت، بخرت. وصل لك ازاي؟ اللي هي مكنه سليمه، مكنه جديده. تمام. بس انا برضو انا كحسام برضو في مكنه زي دي، يعني في مكنه زي دي برضو باخدها واروح اوديها المخرطه. رجعوا لي يا جماعه على الفرغه دي ليه؟ مش عايز شغلي يبقى فيها حاجه بعد كده. تمام. مش عايز شغلي يبقى فيها حاجه بعد كده، ولا لزبون ولا لي انا كراجل صنايعي. ما هو الزبون لو طلع عندي النهارده ولقي مكنه مبخره زي كده يزعل. سيبك من الزعلان. انتوا النهارده بتتلموا مع بعض في المقف مثلا، بتتلموا مع بعض بعد احترامي ليك في سوق. بتتلموا مع بعض في سوق. انا النهارده رحت حليت مكنه عند فلان، انا النهارده رحت حليت مكنه عند علان، انا السنه النهارده كنت بعمل شغل عند فلان الفلاني وخرب بيته ودمرني. فضحك فضيحه المطار يوم طلوع على المعاش. بالظبط كده يا باشمهندس. يبقى انا شوهت نفسي. ممكن ما يبقاش من الزيت. انا سؤال انا ما بفهمش ميكانيكا. لا ما هو انت مكنه لسه متقفله، ده انت راجل لسه بيقول لك انا مدور. ايوه. يا دوبانك سقطت تغييره الزيت بتاع التالين وحطيت التغييره الثانيه. تمام. وحطيت التغييره الثانيه. المكنه لما سخن بقى فيها بخر.
تمام. مش عيب زيت، مش عيب زيت، مش عيب خالص. زيت. ما تحاولش تقنع اي حد مش هيقتنع عامه. مش هيقتنع ان هو عيب مش زيت. هيقتنع ان هو عيب زيت. لا. وصل لك ازاي؟ يبقى أنا ليه؟ مش... لان هو لسه البستم والشميس جديد والشامبر جديد، فهي حتى لو الزيت وحش مش هيأثر عليها في ثانيه الا ثانيه كده. لا، لان البستم جديد زي ما احنا قلنا والشميس جديد. طب حسام، السخونة هو بتيجي من ايه يا باشمهندس؟ السخونه، ما انت عندك كذا حاجه للسخونه. احنا اتكلمنا قبل كده برضو، معلش. بتلين يعني لا، احنا ما قلناش سخونه، احنا بنقول مجرد ما العربيه تمسك حراره. يعني مجرد ما تمسك حراره، وسكت بقى حراره اول شرطه ثاني شرطه لحد النص الطبيعي اللي هو بتاع لما يكون عربيه طميتها مظبوطه، ترموستاتها مظبوطه، وكل حاجه مظبوطه، الطبيعي بتاعها بتمسك لحد النص. حسام، هو كده؟ دلوقتي فك 3 مرات. ما هو الثلاث منهم مرات مره شركه. ما هو الثلاث مرات يا باشمهندس ما راحش للمخرطة. قطعه الغيار اللي هو جابها. نعم، ده الثلاث مرات يا باشمهندس، ومنهم مرتين شركه، ومنهم مرتين شركه. وصل لك ازاي؟ يعني ده شركه، ده مفيش كلام بقى. انا هنروح فين انا هروح تاني؟ تاني فين بعد الشركه؟ هنروح تاني يعني فين؟ انا هروح فين تاني بعد الشركه؟ ما ينفعش اتكلم ورا الشركه. وصلت لك ازاي؟ يعني احنا دلوقتي نقدر نقول ان هو المكن لما يبقى مكنه قديمه ولا حاجه يطلع الخراط. ايه المشكله؟ مش شرط ان يكون مكنه قديمه. وبرضه لو مكنه جديده، ما انا ممكن النهارده بعد احترامي ليك عمرو بتطلع صح طالما شوف عم الحاج كلامه كده مظبوط. عم الحاج كده كلامه مظبوط. تمام. ليه؟ وضح لنا نقطه ان هو قال لك كده يعني انا عايز مكانتي تطلع صح. انا راجل مش هقعد اعيب في نفسي كل شويه. انا راجل النهارده صارف. المكنه النهارده بتتكلف مثلا يا باشمهندس، يعني احنا اعلى مكنه النهارده معانا بتتكلف مثلا 36,000. اعلى مكنه؟ ايوه، اعلى مكنه النهارده 36,000. انت راجل معلش بعد احترامي ليك، سيبك يعني راجل بتاع قطعه غيار. ما احنا عايزين نوصل، يبقى المكنه بتوصل لكام؟ اخر رنجات 36 خلينا 40. ان احنا مثلا 40. حلو قوي. خلينا ان احنا لما نقول ده مكنه صرفت 40. لو جايب لها كرتونه شركه وصباب ودليل والسيه وطقم جوان كمان كامل، وسيليكون وهلالين كارتيره واثنين قلسه كرنك وكرتونه شركه. تمام. هي بفضل من الله ما بتصلش معانا لل 40، بس احنا بنقول 40. تمام. واحنا هنتكلم برضه في فيديو ان شاء الله باذن الله، في الفيديو الجاي هنتكلم في موضوع العمره ده. ماشي، لان اقسم بالله العظيم يا باشمهندس انا تعبت من. ما احنا كلنا بنسمع. اصبر بس يا حسام، انا النهارده بنسمع واحد يقول لك انا كلفت عمرتي 60، وناس كلموني كلفت 70، وناس كلموني كلفت 80. اصبر. فانت النهارده ما تعرفش هو عمل ايه. حرام. مش شرط العمره بس، ماشي، ما تعرفش هو عمل ايه في العمره. ما ممكن عمره جايب راداتير وجايب راح للطلمبه وراح لكل الكلام. ما احنا مش مهندس. ما احنا مش هنقول 80. يعني انت النهارده الراداتير بكام؟ هيظبط الطلمبه ب 13 14. وانت عارف بتوع الطلمبات، الله اكبر. ما فيش مشكله، ماشي. تمام. أنا يعني دي برضه بتبقى نقطه. ممكن يكون صرف ايه، النهارده لكن هل هو صرف على العمره؟ لو صرف على العمره يبقى ده موضوع تاني. ما هو المشكله يا باشمهندس مش في العمره. المشكله ان هو بيروح اصلا. يعني احنا اعلانات الصناعيه دلوقتي، كل الصناعه اللي موجوده عامه دلوقتي ما بيودوش ولا ترومبه ولا رشاشات. طالما مكانتي مظبوطه ودايره مظبوطه، ما بعملش شغل ولا في ترومبه ولا في رشاشات. معلش بقى، لان كان صناعي تاني فهو عايز يودي عشان يودي عشان ما حاجه تاني. ما هو الشغلانه بتاعتكم دي شغلانه يعني منيله بالنيله. ليه يا حسام؟ النهارده بيبقى في صنايعي عايز ياخد من ورا الخراط، وعايز ياخد من ورا قطع الغيار، وعايز يشتغل على بتوع الطلمبات ويشتغل. حصل الشغلانه ما هي ده اللي بيحصل. حصل والله. يعني احنا هنقول والله إيه؟ حصل. انا ايه ذنب راجل زي ده؟ ما هو متشحطط وتعبان وغلبان يتورط في 70 80 الف جنيه او 60 الف جنيه او 50 الف جنيه. حرام والله. هي بتجيب ايه؟ طيب هي بتجيب ايه بالظبط؟ هي ما احنا التكلفه عاليه برضه. احنا لسه بقى قلت لك احنا هنتكلم بقى في الموضوع ده النهارده. يعني بعد ما نخلص الفيديو ان شاء الله باذن الله هشرح لك كل حاجه واحده واحده. تمام. وانت راجل بتاع قطع غيار وهرن لك على بتاع قطع غيار. انت كده مش بتاع قطع غيار دلوقتي، انت موجود عندي، انت على دماغي، تشرفني. انت اخ ليا. تمام كده. احنا قاعدين بالتليفون، انا هرن لك على بتاع قطع غيار، هقول له احنا دلوقتي معانا، احنا بنتكلم دلوقتي في فيديو. تمام. قول لي مثلا البستم طقم الكرتونه بكام، وطقم الجوان بكام، والصباب والدليل بكام. كله شركه. جميل. ما بشتغلش الا كله شركه. تمام. وانا المسؤول قدام ربنا الاول، ثم الناس اللي واقفه طبعا، ثم الناس كلها اللي بتتفرج على الفيديو. تمام. بص تمام. بص، احنا الجنيه اللي بيخش لينا لازم هو بيمر علينا، لان احنا بندخله على بيتنا. تمام. بندخله على بيوتنا، فلازم نبقى احنا ناس حريصين جدا على فلوس الناس. حصل. انت واخد بالك؟ حصل. احنا حريصين جدا على فلوس الناس. يبقى احنا فلوس الناس نحافظ عليها يا باشمهندس. حاجه الناس نحافظ عليها. يا باشمهندس انا بقيت بسمع ارقام. انا السيجاره هنا بقيت بسمع فيديو وانت معاك السيجاره. بقيت بسمع ارقام خياليه.
تمام. في الايام دي انا بقيت بسمع ارقام خياليه في عمره المكان. ماشي، ما انت ما احنا بنسمع، عمالين نسمع في القطع الغيار يعني ارقام برضه بسمع. خياليه. ماشي. في ناس بتبيع، كل واحد بيبيع هو يا باشمهندس النهارده انت لما تيجي النهارده عندي وتقول لي انا لسه معمر بقالي 15 يوم، بقالي شهر، جاي اظبط لي ترومبه. انت النهارده داخل عندي الورشه كده، يا عم بلاش ترومبه خالص، مش بتكلم في ترومبه. انت دلوقتي جاي تعمل عندي صيانه، فبتقول لي انا النهارده حالي المكنه صارف عليها 80,000. طب يا عم صرف عليها 80,000، عملت ايه في ال 80,000؟ وتبقى عربيه جديده. يعني المشكله ان انت بيدخل عندك مثلا، يعني بفضل من الله كله عجل جديد زي ما انت شايف كده، بفضل من الله. مش زي ما الناس بتشوف عندي في فيديوهاتي، ما بيبقاش واقف عندي عجل قديم اللي هو مثلا حتى ال 2005، يعني من نادر. حتى لو عجل قديم، ما انا بقول لك ده شغلنا. لا ده انا بقول لك حتى من نادر مثلا ان انا ببقى واقف مثلا عندي عجل قديم. وصل لك ازاي اللي هو عجل كله جديد. طب انت صرفت في ايه؟ صرفت في ايه 80,000؟ وصلت لك ازاي؟ صرفت في ايه 80,000؟ انا عايز اسمع منك. جبت ايه؟ جبت كرتونه معروفه مثلا رقمها كذا، جبت صباب ودليل جنبيها وقلسيه معروف ثمنه مثلا كذا. ده بالمثال اهو، يعني انا مثلا النهارده جبت جوان مثلا معروف ثمنه كذا، جبت هلالين كارتيرا وجبت انبوبه سيليكون معروف مثلا ثمنهم كذا، مصنعيتك معروفه كذا بالظبط كده. طب وصلت لل 80 يعني عادي. مش عايز اقول لك، مش عايز اقول لك اقسم بالله ما نعرفش. هو ما انت يا حسام، ما هو ما قالكش الكلام صح. يعني ممكن يكون صرف ال 80، لو قال لك صرف 80 في دول والله العظيم، والله العظيم انا ممكن اجيبه لك دلوقتي بالتليفون. لا ما تجيش، مش عايز. انا ممكن اجيب لك الزبون ده دلوقتي بالتليفون. تمام. هو راجل برضه صاحب مكان يعني عربيته خبطت. طب ماشي خلاص في مكان تاني. طب مش عندي. نسال الفيديو الجاي احنا هنشرح ايه؟ العمره، تكلفه العمره كلها كامله متكامله، بحيث انت كراجل صاحب عربيه بعد احترامي ليك ما يضحكش عليك. انا مش عايزك يضحك عليك. تمام. انا عايزك لما تيجي عندي يا عم اوح فيا زي ما انا بروح اوح لك مع بتاع قطع الغيار، اوح فيا. سؤال، اخر سؤال. اتفضل. لو انا جيت عملت عندك عمره والعمره فيها مشكله، مش مشكله قطع غير، انت عاملها كلها تمام التمام، هل انت بتتحمل بعد كده لو لقيت فيها مشكله، والمشكله دي مشكله لو تقفيل، المشكله دي عيب تقفيلي؟ ايوه، اشيلها كلها زي الفل، اشيلها كلها بفضل من الله. مش كلام. لو العيب عيبك، لو العيب عيبي، لو العيب عيبي اشيلها كلها بفضل من الله. اشيل له مكنه واجيب له مكنه. طب ما انت ممكن الصناعي يقول لك قص قطع الغيار، لا انا جايب لك اصلي. لا 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 لا. طب ما انا جايب لك اصل، ده حتى لو صيني مش هتعمل كده. بالظبط كده، مش هتبخر في نفس الاسبوع اللي واقفه فيه. ما هو ممكن هيجي يقول لك انا جايب لك شغل اصلي، انت بقى التقفيل من عندك وودينا المخرطه، هنعمل ايه تاني؟ لا، العيب بيبقى ايه؟ مخرطه لا وتقفيل. بالظبط كده، مش كده ولا حاجه؟ احنا اتكلمنا في النقطه ديت من فتره خلاص ماشي، وقلنا ورا كل صنايعي ناجح خراط شاطر. تمام. خراط شاطر. تمام. وانا بستلم من المكنه من المخرطه ليا نظره. طيب هنشوف دلوقتي احنا العمره تكلف كام، وطقم شمبر تكلف كام، بس ده في الفيديو الجاي. هتخليكم معانا وهتتابعونا في الفيديوهات. انا هسيب لكم رابط القناه فوق، نشوف كل الكلام ده كله. شكرا يا حسام، شكرا. خلينا في الفيديو الجاي.